بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو دعما لينا عشان نستمر، وكمان تحطوا لايك. يلا بينا نبدأ حلقتنا. أنا نفسي أجيب ولد كده يكون سند لإخواته. طب وهنعمل ايه يا فهيمة؟ هو احنا اللي بنجيبهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب، هنعترض على أمر ربنا؟ يا حبيبي ونعم بالله، بس يعني كان نفسي يكون عندنا ولد يكون بعدينا كده، يكون سند لإخواته البنات ويقف جنبهم. ربنا لو رايد ان هو يكرمنا هيكرمنا، ده رزق من عند ربنا يا فهيمة ومش هنعترض عليه. هو انا يعني يا اخويا قلت حاجة ولا انا معترضة؟ عادي يعني، أمنية زي كل الأمنيات، وبعدين ربنا عنده الخير كتير وانا عارفة ان شاء الله ان هو هيرضيني. فعلا عدت الايام وفهيمة حملت وجابت الولد اللي كانت نفسها فيه. كانوا كلهم طايرين من السعادة، الاب والام والثلاث بنات كانوا فرحانين جدا ان بقى عندهم ولد، وان امنية حياتهم الحمد لله اتحققت. بقى الولد عنده 4 امهات مش ام واحدة. اخواته البنات كمان كانوا امه، لانهم كانوا شايلينه على كفوف الراحة، وهو كان الدلوعة والحيلة طبعا، واي حاجة بيطلبها كانت مجابة في التو والساعة. وفي يوم كان الأب توفى. فهيمة كانت قاعدة مع بناتها وقالت لهم: يا ما نفسي يا بنات أأمن مستقبل أخوكم، انتوا شايفين انه ملوش في أي حاجة، مفيش كمان غير الفلوس اللي أبوكوا سايبها لنا دي، مفيش حاجة تانية، ولا هو عنده شقة ولا عنده حاجة. فرح ردت عليها وقالت لها: ايه رأيك يا ماما لما نجيب له شقة، نجمع الفلوس دي كلها على بعض ونجيب له شقة؟ بس ماشي يا بنتي، يعني ممكن تكون انتي متنازلة بس اخواتك يقولوا لا. ليه بتقولي كده يا ماما؟ هنقول ايه يعني؟ ما انتي عارفة ان عصام اخونا الوحيد وزي ابننا بالظبط، احنا بنعتبره ابن لينا مش اخونا. فانا عن نفسي مش معترضة، وفرح كمان مش معترضة. وانتي يا مروة هتعترضي ان احنا نديله نصيبنا ونجيب بيه شقة؟ لا طبعا هعترض. ليه؟ احنا كلنا بنفكر في تأمين مستقبله. عصام ده يا امي يعني فرحة عمرنا كله، واحنا كل واحدة فينا اتجوزت وعندها بيتها، فعادي. ربنا يخليكم ليه يا رب. ما تتصوروش انا فرحانة قد ايه ان انتوا بتفكروا في اخوكم. انا طبعا عارفة ان انتوا مش ساكنين جنبي هنا، انتوا ال3، فانا برضه هجيب الشقة بتاعت اخوكم جنبكم هناك. متجمعين كده ليه وبتجيبوا سيرة مين بقى؟ بنجيب في سيرتك يا حبيبي، هو احنا ورانا غيرك ولا ايه؟ وبتجيبوا سيرتي في ايه يا ترى، بخير ولا بشر؟ خير طبعا يا حبيبي، ربنا ما يجيبش غير الخير وبس. احنا ان شاء الله يا حبيبي بنفكر نجيب لك شقة. معقولة؟ بجد؟ طب وهتجيبوها ازاي؟ دي الفلوس اللي معايا مش هتكفي شقق. احنا اقترحنا ان احنا هنلم نصيبنا كله مع بعض ونصيبك انت كمان، وهنجيب لك شقة في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه عشان تكون جنبنا ونبقوا كلنا جنب بعض. هو فعلا هنبقى كلنا جنب بعض، بس ماما هتبقى بعيد عننا جدا. يا حبيبي ما تشغلش بالك بيا، انا اهم حاجة ان انتوا تبقوا سوا مع بعض. لا ازاي بس يا ماما؟ خلاص احنا هنجيب الشقة، بس انت يا ماما ان شاء الله بعد لما اتجوز هتيجي تسكني معايا. انا ما اقدرش اسيبك تقعدي لوحدك ابدا. يا حبيبي كل واحد وليه شقته بيحب انه يرتاح فيها. ممكن يكون ده تفكيرك دلوقتي، بس بعد كده مراتك هتبقى عايزة يبقى لها خصوصيتها. يا سلام، لو مراتي مش هتقبل ان انت تقعدي معايا يبقى خلاص انا مش عايزها، ده هي تمشي وانت تقعدي يا ست الكل. طيب يا حبيبي احنا بس نجيب الشقة دلوقتي ونبقى نشوف هنعمل ايه. عايزة اعمل لك مستقبلك، واهم حاجة ان انا اجيب لك شقتك، واخواتك هم الحمد لله مش معترضين. ربنا يخليكم ليا ان انتوا بتفكروا فيا في كل حاجة. بصراحة انا ما فكرتش في موضوع الشقة ده خالص. ازاي ما تفكرش يا عصام في موضوع الشقة؟ انت يا حبيبي في سن جواز دلوقتي، عايزين نفرح بيك بقى. احنا نجيب لك الشقة ونبدأ ان احنا ندور لك كده على عروسة تكون بنت حلال. ايه ده؟ شقة وعروسة مرة واحدة؟ انا ما فكرتش بصراحة في كل ده. انت تقعد يا حبيبي كده واحنا هنفكر لك وندبر لك ونعمل لك كل حاجة. احنا عايزين نعمل لك كل حاجة حلوة. انت اخونا الوحيد اللي جاي بعد شقة. فعلا بدأوا البنات يدوروا لعصام على شقة، الحمد لله لقوا شقة كويسة جدا وزي ما هم عايزين. وهم قاعدين مع بعض شيماء قالت: الحمد لله يا حبيبي لقينا لك شقة كويسة قوي زي ما احنا عايزين واحلى كمان. ربنا يخليكم ليه يا رب. انا عارف ان انا تعبتكم معايا جدا الفترة اللي فاتت دي. احنا ما عندناش اغلى منك يا عصام عشان نتعامله ولا ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ما تقولش كده تاني. عارف والله ان انتوا بتعملوا كل ده بحب فيا، ربنا يخليكم ليا يا رب. انا مش عارف من غيركم كنت عملت ايه.
خلاص خلاص، احنا بقى جبنا الشقه الحمد لله. قلنا بعد لما نجيب الشقه على طول نشوف موضوع العروسه. ايوه بقى، ولا انتوا رجعتوا في كلامكم ولا ايه؟ لا طبعا ما رجعناش في كلامنا ولا حاجه. انا كنت لسه هقول ان انا عندي ليك عروسه زي الفل. مين دي يا شيماء؟ حد نعرفه ولا ما نعرفهاش؟ دي بنت واحده جارتنا، امها ست كويسه جدا وانا اتعاملت معاها كذا مره، والبنت برضو كويسه، عمري ما شفت عليها اي حاجه. فلو يعني تحب تشوفها يا عصام اكلم امها تبقى تشوفها يا حبيبي. ولا انت بقى في حد في حياتك؟ لا انا ما فيش حد في حياتي ولا بفكر في حاجه. انا كنت عايز بنت كويسه وبنت حلال وخلاص. فانتوا لو شايفينها كده تمام نروح نشوفها. خلاص يا شيماء، اتكلمي مع امها ولو كده يا حبيبتي نيجي عندك ونشوفها، ولو عجبته يبقى على خيرة الله. انا واثقه ان هي هتعجبه جدا، البنت بصراحه جمال واخلاق مفيش بعد كده. ربنا يا حبيبتي يقدم اللي في الخير ان شاء الله. تاني يوم شيماء راحت لام دينا وقالت لها بقول لك ايه يا ام دينا، انا جايه لك يا حبيبتي في موضوع. خير يا حبيبتي، قولي لي في حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي خير، ده كل الخير ان شاء الله. انت عارفه اخويا عصام وشفتيه قبل كده؟ اه يا حبيبتي عارفاه طبعا، ربنا يخليه لكم ويبارك فيه. يا رب يا حبيبتي. بصي بقى يا مدينه، احنا يا حبيبتي جبنا له الشقه هنا جنبنا، بس شقه ايه ان شاء الله تعجبك. تعجبني ليه يا حبيبتي؟ اهم حاجه ان هي تعجبه هو. ما هو ده بقى اللي انا جايه لك فيه. انا كنت عايزه دينا لعصام، ايه رايك بقى؟ بجد ده يوم المنى، هو انا الاقي زي عصام ولا زي نسبكم؟ ده انتوا ادب واخلاق مفيش بعد كده يا حبيبتي، من بعد ما عندك والله. ايه رايك تحددي كده يوم انت ودينا، وخلي عصام يجي يشوف دينا وهي تشوفه، لو في قبول يبقى على خيرة الله. تيجي تنوري يا حبيبتي في الوقت اللي انتوا عايزينه، ده انتوا تشرفونا. شيماء حددت وبلغتهم بالميعاد وراحوا كلهم عشان يشوفوا العروسه. كانت فعلا جمال مفيش بعد كده، وعجبت فهيمه والبنات جدا، وعجبت عصام جدا جدا، واتفقوا على كل حاجه. وام دينا كانت مرحبه قوي. عصام كان في القعده قال لهم طبعا انا مش محتاج ان انا اقول لكم ان انا ماليش غير امي، فامي هتفضل معايا. هي عندها الشقه بتاعتها، لكن انا طبعا بعد لما اتجوز هتعيش لوحدها، وانا مش هرضى بكده ابدا. فانا بفضل ان هي تعيش معايا. طبعا يا حبيبي واجب عليك انك تاخدها معاك، وبنتي لو اعترضت تبقى مش اصيله. ولا انت يا دينا لك راي تاني؟ لا يا ماما انا ماليش راي بعد رايكم، وبعدين ماما فهيمه زي امي بالظبط. ليه يا ابني بتقول لهم كده؟ ما انت عارف ان انا هقعد في شقتي. لا يا امي عشان يبقوا عارفين من الاول، وطبعا اللي اوله شرط اخره نور. ولا انتوا شايفين ايه؟ ايوه طبعا يعجبني فيك صراحتك، بس احنا عندنا اصل وولاد اصول، وعمرنا ما نرضى ان مامتك تعيش لوحدها ابدا. واتفقوا على كل حاجه. عدت الايام ودينا وعصام اتجوزوا، وعدت فتره وفهيمه جت قعدت معاهم. كانت دينا متضايقه منها بس ما كانتش مبينه ان هي متضايقه. وفي يوم دينا كانت قاعده مع امها وقالت لها انا متضايقه ماما من حماتي قوي بصراحه كده، ما كنتش متخيله ان بعد الجواز هتيجي تعيش معانا وهتبقى الدنيا ما بيننا كده. انا حاسه ان انا مش عارفه اخد راحتي ولا اخد حريتي خالص. ليه هي بتتدخل في حاجه ما بينكم يا بنتي؟ لا يا ماما خالص، هي بصراحه مش كده، ما بتتدخلش في حاجه خالص، بس انا برضو حاسه ان انا مش مبسوطه وهي قاعده معانا. مش حاسه كده ان احنا براحتنا، مش عارفه اخد حريتي في شقتي. وطبعا على طول بناتها عندنا بحجه ان هما بيشوفوا مامتهم وقاعدين بقى طول النهار في البيت، ده البيت بقى مرستان. طب يا حبيبتي ما تقولي لجوزك. ليه هو انت فاكره ان انا ما قلتلوش؟ لا طبعا انا قلت له، بس قال لي دول مش اخواتي، دول زي امي بالظبط، دول هم اللي ربوني وهم السبب في اللي انت فيه ده كله، واعتقد ان هم مش بيعملوا لك حاجه. خلاص يا دينا ما تخربيش على نفسك واهدي شويه، الناس مش بيعملوا لك حاجه ومش بيضايقوكي، مش عارفه ليه عايزه تنخربي على نفسك وخلاص. انا مهما اتكلم معاكي مش هتفهميني ابدا، ولا هتفهمي قصدي ايه. روحت دينا وشيماء ومروه وفرح تاني يوم كانوا عندها، كانوا قاعدين معاها، ودينا كانت مستقبلهم كويس جدا، مع انها يعني ما كانتش بتستقبلهم وحش قبل كده. ما تخشي يا دينا تريحي كده يا حبيبتي شويه جوه، ده انت من ساعه لما جينا ما قعدتيش واحنا قاعدين اهو. ازاي يعني اسيبكم وادخل انام؟ لا طبعا ما ينفعش يا حبيبتي، احنا مقدرين، ما تعمليش فرق بينا، ادخلي ريحي واحنا هنقعد شويه وهنقوم نمشي. خلاص ماشي، انا هدخل انام، ولما عصام يجي خليه يدخل يصحيني. وبعد شويه عصام جه وقال لهم ايه ده، هي دينا فين؟ هي مش موجوده ولا ايه؟ لا يا حبيبي كانت قاعده معانا، بس انا حسيتها ان هي كده مرهقه شويه فقلت لها تدخل تريح، بس قالت لي لما عصام يجي خليه يصحيني. خلاص ماشي انا هدخل اصحيها. عصام دخل عند دينا وصحاها. مالك يا دينا في ايه؟ شيماء بتقول ان وشك كان مرهق. ما انا لازم يا عصام ابقى وشي مرهق وتعبان ومش قادره، ما هم على طول عندي وانا شايله كل حاجه، انا بجد تعبت. يعني اعمل ايه يا دينا؟ هقول لهم ما يجوش عندي؟
انا قلت امك على عيني وعلى راسي، وهي جت قعدت معانا وانا ما اتكلمتش ولا قلت حاجه. بس مش امك واخواتك كل يوم والتاني يجوا عندنا. انا خلاص بجد تعبت، انا ما بقتش عارفه اخد راحتي في بيتي خالص. انا والله يا حبيبي مش قصدي حاجه، بس يعني مش كده، مفيش حد بيزور حد كل يوم. يعني هعمل ايه يا دينا؟ ما ينفعش اقول لهم ما تجوش، وانا قلت لك قبل كده دول زي امي بالظبط. لو اعرف ان انا كنت متجوزاك انت واخواتك ما كنتش اتجوزتك اصلا، وكنت لغيت الفكره من دماغي خالص، وما كنتش اعرف ان انا في الجواز هتعب كده. انا ما لحقتش افرح باي حاجه. هو في ايه بجد؟ انا زهقت. خلاص ما تزعليش، انا عارف ان انا جيت عليكي بزياده، بس بالله عليكي ما تزعلي. انا هحاول افهمهم بالمحسوس كده ان هما ما يجوش كل يوم كده، وانتي نامي وانا هخرج لهم. فعلا عصام خرج لهم، وزي ما قال لدينا قرر ان هو يقول لهم بالمحسوس ان مش كل يوم يجي عنده. ايه يا عصام، هي دينا ما صحتش معاك ولا ايه؟ لا ما صحيتش، انا فضلت اصحيها، قالت لي انا مش قادره اتحرك من مكاني، وان هي كانت صاحيه بدري. ايوه فعلا، دي من ساعه احنا ما جينا يا حبيبتي ما قعدتش بصراحه، مقابلتها ما فيش بعد كده. ما هي بقى لما بيكون في حد عندنا ما بتعرفش ولا تقعد ولا تنام، عشان كده قلت اسيبها تنام شويه. امال انتوا يعني جايين من امتى كده؟ احنا جايين من بدري. عشان كده بقى يبقى دينا مش قادره تفتح عينيها، اصل هي امبارح نامت متاخر وكمان صاحيه بدري، علشان كده مش قادره تقوم لي خالص. عامه احنا ما نعرفش والله يا حبيبي ان هي نايمه متاخر، احنا قلنا نيجي نقعد معاكوا شويه. لا ما هي دايما كده بتنام متاخر، ما بتنامش بدري ابدا، يعني ما بتعرفش تنام بالليل وكده. وبعدين انا وهي بنسهر بالليل، ما انت عارفه بقى ان احنا عرسان جداد، والعرسان بيناموا متاخر وبيصحوا متاخر وكده يعني. بس يعني احنا قلنا ان انت نزلت الشغل فالدنيا عندكم اتظبطت، فعشان كده احنا كمان جينا بدري. لا ما اتظبطتش ولا حاجه، احنا لسه عرسان وما كملناش شهر، فبنسهر مع بعض وكده. والله انا كان نفسي اخدها واخرج النهارده بس معرفتش بقى. طب وما عرفتش ليه؟ خدها واخرج. خدها واخرج ازاي وانتوا قاعدين هنا؟ هي مرضتش خالص، قالت استحاله اخرج وفي حد عندي، ازاي هسيبهم واخرج؟ دي تبقى قله ذوق، وانا كان نفسي نخرج قوي. لا دي قله ذوق مننا احنا، ان احنا جايين نقعد مع عرسان جداد عايزين يخرجوا ويتفسحوا، لكن احنا بنرخم بقى، صح؟ لا طبعا انتوا تيجوا تشرفوا في اي وقت، بس يعني انا بتكلم معاكوا عادي، يعني في الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نعملها وما بنعرفش. ايوه ما انت ما بتعرفش عشان احنا بنجيلكوا وبنقعد معاكوا، واحنا كنا فاكرين ان انتوا هتنبسطوا مش هتزعلوا كده. على فكره دينا مش زعلانه خالص، دينا ما قالتليش اي حاجه، انا اللي بتكلم معاكوا. واضح ان دينا مش زعلانه خالص، بس انت اللي زعلان، واحنا لازم يكون عندنا شويه دم، شكلنا كده ما عندناش دم خالص. خلاص يا عصام احنا فهمنا عامه انت عايز تقول ايه، وعامه احنا مش هنيجي من غير ما نتصل بيك ونعرف اذا كنت موجود في البيت ولا لا، وهتسمحوا لنا ان احنا نيجي ولا ما نجيش. وممكن كمان ما نعملش كده، يمكن ناخد ماما عند كل حد فينا اسبوع وما نرخمش على بعض كلنا. لا ماما مش هتتحرك من عندي، انا ابنها وانا اولى بيها. انا قلت لكم يا ولاد اقعد في بيتي احسن، وانتوا تيجوا تنوروا، لكن انتوا اللي مش راضيين. يا ماما احنا كلنا هنا جنب بعض، لكن انت في البيت بتاعك بعيد جدا، عشان كده بنقولك تكوني جنبينا. خلاص يا ولاد نحدد يوم في الاسبوع تيجوا فيه، عشان برضه هم يعرفوا ياخدوا حريتهم. لا خلاص نشوف بقى الموضوع ده بعدين. مع السلامه يا عصام. مع السلامه يا اخويا. يلا يا مروه، يلا يا فرح، انتوا قاعدين ولا ايه؟ لا طبعا احنا جايين معاكي، يلا سلام عليكم. كلهم مشيوا وراحوا عند شيماء، فمروه قالت لها شايفه اخوكي بيقول ايه؟ انا ما توقعتش انه في يوم من الايام يقول لنا كده، ولا انا عمري ما توقعت انه يقول كده. تفتكروا دينا هي اللي قالت له يقول كده؟ لا ما افتكرش، انت شايفه كانت شايلنا من على الارض شيل ازاي؟ دي ما كانتش عايزه تسيبنا وتخش تنام، هو بقى اللي مش عارف ياخد راحته، فعشان كده قال يطردنا بالذوق. على فكره هو فعلا طردنا من عنده، انا مش هخش له بيته تاني، هو كان عايز يوصل لكده يعني؟ ما كنتش اتخيل في يوم انه يعمل فينا كده، ده هو بنفسه اللي مش عايز يخلينا عنده في الشقه، هي اصلا مش شقته وبفلوسنا احنا، في الاخر ما طمرش. خلاص كل واحد حر في شقته وفي بيته وفي عيشته، احنا خلاص احنا حسينا من طريقته ان هو مش عايزنا، واحنا يعني ما رزلناش، وكويس ان هي جت على قد كده. المهم هنشوف امنا زي دلوقتي، خلاص احنا هنفهمها ونقول لها ان احنا مش عايزين نيجي علشان كده، وهي اكيد يعني حست النهارده ان احنا خلاص مش هنروح هناك تاني. وعندي فهيمه كانت قاعده مع عصام وقالت له ما كانش ينفع يا عصام ان انت تقول لاخواتك كده، ده انت كانك يا ابني بتقول لهم ما تجوش هنا تاني، واكيد دلوقتي زعلوا منك وعشان كده قاموا مشوا على طول. يعني ينفع يا ماما ان انا اجي الاقي مراتي نايمه ومش قادره تقوم عشان عماله تخدم فيهم طول النهار، والمفروض يكون عندهم احساس شويه؟ مش كده، دول ما عندهمش احساس خالص. انت ازاي تتكلم مع اخواتك البنات كده؟
دول اخواتك اللي ما بيسيبوكش ابدا وكانوا على طول معاك. ما ينفعش تقول عليهم كده يا عصام، انت اتغيرت خالص. وما ينفعش برضه يا ماما ان انا اجي على بنت الناس لما اجي الاقيها تعبانه كده، وهم كل يوم والتاني عندنا، وبتيجي اخر الليل تنام مهدوده، فلازم اخاف عليها. ولا انا ما ينفعش ان انا اخاف عليها واجي بقى عليها عشان خاطرهم؟ هما لو اي واحده فيهم حطت نفسها مكانها هتعمل ايه؟ وفضل اهل جوزها كده فوق دماغها على طول. هتتكلم ولا مش هتتكلم؟ وهتقول لجوزها ولا مش هتقول؟ يعني مراتك هي اللي اتكلمت وهي اللي قالت لك تقول لهم كده، صح؟ والكلام ده عمره ما يطلع منك انت، ده انت ابن بطني وانا عارفاك. ايا كان الكلام طالع من مين يا ماما، مني او منها واحد، بس هو عامه الكلام ده طالع مني انا، وانا قلت الكلام يطلع مني احسن ما يطلع منها. هو يعني عشان مراتك تزعل اخواتك اللي ربوك وكبروك؟ ده هم اللي كانوا بيشيلوك اكتر مني. يا ستي هو انت كل شويه لما اجي اعمل لحد اي حاجه فيهم تقولي لي الكلام ده؟ انا زهقت بقى من الكلام اللي ملوش لازمه ده يا ماما. سبع عصام ودخل لدينا جوه، وكانت دينا صاحيه وسمعت كل حاجه. كانت فرحانه جدا من رد فعل عصام، وان هي خلاص اخيرا خلصت منهم. دينا قالت بمسكنه لعصام: ما كنتش اتخيل يا عصام ان انت تروح تقول لهم كده، زمانهم زعلوا دلوقتي. يعني انا كنت بفضفض معاك في كلمتين مش اكتر، ما كنتش عايزاهم يزعلوا مني. لا 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 ما تقلقيش، هما ما زعلوش منك انتي، هما زعلوا مني انا، وانا طبعا ما قلت لهمش ان انتي قلتي حاجه زي كده. ما كنتش اتمنى ان في يوم من الايام ابقى اخليك تزعل من اخواتك، بس والله اديك شايف انا كنت بخدمهم بعناية، بس انا كنت تعبانه بجد. يا ستي ما تحطيش في بالك، وهم برضو لازم يحسوا ان في واحده هنا عايزه ترتاح وعايزه تاخد حريتها في بيتها. هم فاكرين ان ده ايه، خلاص بقى بيت العيله، فلازم بقى كنت لازم احط كل واحد عند حده. وبعدين انا برضو لازم اخاف عليكي. هم لو عندهم هيرضوا على نفسهم كده؟ اكيد طبعا لا. مش كفايه ان انت شايله امي، كمان هتشيلي امي واخواتي؟ لازم يكون عندهم دم شويه. ده انا شيلها فوق دماغي، دي زي امي بالظبط. وما تقلقش مش هخليها في يوم تشتكي لك مني ابدا. وانا عارف ان انتي لو ما كنتيش تعبتي ما كنتيش اتكلمتي، عارف ان انتي اتكلمتي من تعبك، وعارف ان انتي اصيله وبنت اصول. ربنا عالم انا بحبهم قد ايه، ولو عايز ان انا كمان اروح اعتذر لهم هعمل كده. اللي انت عايزه كله انا هعمله. لا ملوش لازمه، كويس ان هي اتلمت على كده وما تحطيش انتي في دماغك بقى. تاني يوم كانت دينا قاعده مع فهيمه قالت لدينا: ينفع كده يا دينا اللي عصام قاله لاخواته ده؟ هو قال ايه لاخواته؟ انا ما اعرفش حاجه، ده انا كنت نايمه وصحيت بقول له انا هخرج اقعد معاهم شويه، قال لي لا دول مشيوا وماما نامت، فكملت بقى نوم. انا ما حسيتش باي حاجه خالص امبارح. معقوله عصام ما قالكيش هو قال ايه لاخواته امبارح؟ ده يعتبر يا بنتي طردهم من بيته. يا لهوي طردهم من بيتنا؟ طب ازاي عصام يعمل كده؟ بس استحاله يعمل كده. ايه اللي حصل يا ماما؟ قوليلي، هم عملوا له حاجه؟ فهيمه حكت لها على كل اللي حصل على اساس ان دينا يعني مش عارفه وكده. يا لهوي ازاي يا عصام تعمل حاجه زي كده؟ لا طبعا ما ينفعش خالص، عيب طبعا، دول في بيتنا. شفتي وهم خدوا بعضهم وزعلوا ومشيوا، وانا والله الصراحه يا بنتي قلت ان انت ممكن تكوني قايله له حاجه عشان كده اتكلم. اخصى عليكي يا ماما. لا طبعا، هو من يوم ما اتجوزت عصام شفتيني عملتهم وحش ولا حاجه؟ ده انا اشيلهم في عينيا، ده انا عمري ما قلت له حاجه زي كده، ولا عمرها تطلع من لساني ابدا. طب وهو عامل كده ليه يا بنتي؟ ما دام انتي مش متضايقه ايه اللي خلاه يتكلم كده؟ اصل هو كان كام مره يا ماما يقول لي ما يلا نخرج او حاجه، وانا اقول له معلش اصل انا تعبانه النهارده مش قادره، اصل النهارده واقفه طول النهار، وهو يقول لي طب خليكي قاعده سهرانه معايا، فاقول له معلش انا صاحيه من بدري. فممكن يكون اتضايق من كده، وانت عارفه ان عصام يعني بيحب يخرج وينطلق والكلام ده ما يمنعش ان الكلام اللي هو قاله لهم عيب جدا وما ينفعش. كلميه انه يروح يستسمح اخواته كلموني النهارده وقالوا لي ان احنا استحاله نيجي عنده تاني، وانت عارفه ان انا مش هقدر اروح لهم، انا ولا بقدر اروح ولا باجي. وكمان هم قالوا لي امبارح ان انا اقعد مع كل واحده كده اسبوع، وهو مرضيش واعترض، وانت عارفه ان انا مش بحب ازعله. ليه يا ماما تقعدي مع كل واحده اسبوع؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ هو انا عملت لك حاجه عشان تسيبيني وتمشي؟ ده انت مونساني. ماشي يا حبيبتي، دلوقتي اخواته مش عايزين يجوا هنا، وانا طبعا مش هقدر اروح واجي في نفس اليوم، فهعمل ايه؟ وانا اكيد برضو عايزه اشوفهم وهم عايزين يشوفوني. خلاص يا ماما لما يجي انا هتكلم معاه، بس يا رب يسمع كلامي. انت عارفه انه مش بيسمع كلام حد خالص، ودايما كده رايه من دماغه. بجد مش عارفه اعمل معاه ايه، دماغه ناشفه قوي. ما ينفعش برضو انه كان يزعلهم كده، دول زعلهم عندي كبير قوي. ربنا يبارك لك يا بنتي، مش عارفه اقول لك ايه، انت فعلا ما فيش منك اتنين. ربنا يبارك فيكي ويديكي دايما كده على قد نيتك الخير اللي انت بتعمليه. ربنا يبارك لك يا ماما. بعد اذنك بقى انا رايحه لماما النهارده شويه، هشوفها واجي،
ما تقلقيش، انا مش هتاخر، انا عامله كل حاجه، بس يعني عشان هي كانت تعبانه وقالت لي تعالي لي شويه. الخير اللي انتي بتعمليه. ربنا يبارك لك يا ماما. بعد اذنك بقى، انا رايحه لماما النهارده شويه، هشوفها واجي. ما تقلقيش، انا مش هتاخر، انا عامله كل حاجه، بس يعني عشان هي كانت تعبانه وقالت لي تعالي لي شويه. طبعا يا حبيبتي، روحي، واجب برضه. هو انا يعني عشان قاعده معاكي هكتم حريتك ولا ايه؟ وسلمي لي عليها وحاولي كده تجيبيها وتقعد معانا شويه. والله يا ماما بقول لها كتير بس هي مش بترضى، بتقولي لا انا برتاح في بيتي وبحب اقعد فيه ومش بحب اقعد عند حد. اصل هي ماما كده ما بتحبش تقعد عند حد ابدا، دايما كده قاعده في بيتها. بتقول بقى يعني ان هي عندها دم وكده. ربنا يديها الصحه يا بنتي وتقدر تخدم نفسها بنفسها دايما وما يحوجهاش الزمن لحد. سابتها دينا وراحت عند امها، فام دينا قالت لها ايه يا بنتي عامله ايه؟ هديتي ولا لسه مجنونه زي ما انتي؟ هو مجنونه ليه؟ انا زي الفل اهو، مفيش اي حاجه. شفتي بقى اللي حصل امبارح؟ مش انا قلتلك هعرف ازاي ما اخليهمش يجوا عندي تاني؟ مين دول اللي ما تخليهمش يجوا عندك تاني؟ عملتي ايه يا بت؟ ده انتي سهنه، ما كنتش عارفه ان انتي كده. هما اللي فاكرينها خلاص ان هي شقتهم، ولا هما علشان هما جايبينها معاه تبقى بتاعتهم، وانا ما اقدرش ان انا استحمل كل العدد ده يجي عندي كل يوم والتاني. انتي بقى قلت لهم ايه؟ ولا قلبتي وشك في وشهم واتخانقتي مع عصام؟ لا طبعا، ولا كل ده حصل. تعالي دلوقتي هعدي على شيماء قدامك وتشوفيها تاخدني بالحضن ازاي، وتقعد كمان تشتكي لي من اخوها. انا خليتهم هما اللي يقلبوا على بعض، اصل انا ماليش دعوه بالموضوع، اصل انا كنت نايمه. هو في حد وهو نايم يقدر يوقع الاخوات في بعض؟ يا لهوي عليكي يا بنتي، معقوله عملتي كده؟ انا مش مصدقه نفسي. لا يا حبيبتي صدقي، تعالي عند شيماء وهشوفي وهوريكي بعينيكي. فعلا راحت دينا وامها عند شيماء عشان هي جارة مامتها وخبطت عليها. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كنت جايه اشوف ماما وقلت اعدي عليكي اسلم عليكي، وماما حلفت ان هي لازم تيجي تدخل معايا عشان تسلم عليكي. طبعا يا حبيبتي اتفضلوا، عاملين ايه؟ تعالي ادخلي. ايه اللي انا سمعته من ماما الصبح ده؟ سمعت كلام غريب جدا النهارده قبل ما انزل. معقوله عصام يا شيماء يقول لكم كده؟ والله احنا مش مصدقين، حتى احنا قلنا ممكن تكون انتي اللي تعبتي مننا، انا يعني يمكن تكوني فضفضتي معاه بكلمتين فهو قال الكلمتين دول علشانك. ازاي يعني تعبت منكم؟ هو انتي شفتيني في يوم انتوا جيتوا عندي وانا قلبت في وشكم ولا حاجه؟ ده انتوا تيجوا وتشرفوا وتنوروا في اي وقت، ده بيتكم انتوا مش بيتنا احنا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. طب هو ليه قال الكلام ده؟ ده انا واخواتي البنات حلفنا بصراحه ان احنا ما نجيش عندكم تاني ولا نخش لكم بيت. طب وانا مالي يعني؟ هو عمل فيكم كده ليه تدخلوني انا في وسطيكم؟ يعني انا ما عملتش حاجه وحشه معاكم. لا يا حبيبتي والله مش قصدنا عليكي حاجه، احنا قصدنا يعني ان احنا بدل ما في حد متضايق مننا ما بنحبش نقعد في مكان يكون حد متضايق مننا فيه. ولا ايه يا ام دينا؟ هو ينفع يا حبيبتي تسمعي الكلام من اخوكي وتروحي بيته تاني؟ بصراحه كده لا، استحاله هدخل بيته تاني. انتي بقى يا دينا في يوم كده ابقى خديه ويصالح اخواته البنات، ومعلش بقى انتي عارفه ان هو شاب ومش فاهم. انتي اصلا مش عارفه عصام ده غالي عندنا ازاي، ده زي عيالي بالظبط، انا بعتبره عيل من عيالي. وانتي يا دينا انتي عارفه انتي عندي ايه، انا عندي بنت في سنك، فانا بعتبرك زي بنتي بالظبط. بس ان هو يعمل كده فينا فعلا جرحني جامد وجرح اخواتي البنات. لما تزعلوش خالص، انا لما اروح هشوف لي صرفه معاه. انا ما عرفتش غير الصبح وهو ما حكاليش اي حاجه. لا انا مش عايزاكي تعملي معاه اي مشكله ولا خلاص، احنا اصلا ما فيش حد فينا هيتكلم في الموضوع ده تاني. حبيبتي انت لسه عرسان جداد ومش هتبداوها يعني بمشاكل. لا بس انا زعلت جدا بصراحه من اللي هو قاله ده، ازاي يقول لكم كده؟ ده انتوا مالكوش غير بعض. يا ستي عادي، احنا مش هنزعل ولا حاجه، هو فعلا في حاجات كانت معديه علينا وهو عنده حق فيها. خلاص يا حبيبتي مفيش حاجه، انت بس ما تروحيش تتخانقي معاه ولا تتكلمي معاه. اسمعي كلامها بقى، هي قادره برضو باخوها، احسن يحصل مشكله ولا حاجه بينكم. خلاص ماشي اللي انتوا شايفينه. بعد اذنك بقى يا شيماء عشان ما تاخرش على ماما فهيمه، عشان قاعده لوحدها في البيت وانا ما بحبش اسيبها تقعد لوحدها ابدا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي يا رب. خلاص ماشي، انا هسيبك بقى عشان خاطر ماما. خرجت دينا وامها وام دينا قالت لها يا لهوي ده انا صدقتك، يخرب بيتك انت اتعلمتي كل ده امتى؟ ده انا امك وما بعملش زيك كده. لازم انت تعيشي على كل الالوان يا ماما، وما تخليش حد يقول عليكي حاجه وحشه ابدا، وفي نفس الوقت تبقي عملتي اللي انت عايزاه. يا سهنه ده انت ميه من تحت تبني صحيح. يلا بقى انا ماشيه عشان ما اقدرش اتاخر على ماما فهيمه.
دينا روحت وبالليل عصام جه، كان قاعد هو ودينا مع بعض. فعصام قال لها مش عارف يا دينا في ايه، المصاريف بقت صعبة قوي، مش عارف بجد اعمل ايه. هو فعلا، وكمان علاج ماما اللي بتاخده كتير قوي وغالي قوي، وانا عارفة ان هو ده اللي كسر وسطك. فعلا والله يا دينا الفلوس كده بتطير زي العصافير، مسافة ما تيجي مسافة ما بتروح، مش عارف اسدد اي حاجة. طب انا عندي فكرة كده ممكن تعجبك وتحل مشاكلك. دليني علشان انا تعبت والله. ايه رأيك لما نبيع الشقة بتاعت ماما فهيمة ونحطها في البنك كوديعة وتجيب لنا عائد كل شهر ونبقى نعيش منه، على الاقل نقدر نجيب لها علاجها. بس في مشكلة ايه دي؟ هي مش هتعرف يا حبيبي تنزل البنك وتعمل الاجراءات دي، فلازم الفلوس تبقى باسمك انت. ما اعتقدش ان مامتك ترضى يعني. لا ترضى، وعلى فكرة ده حل كويس جدا، على الاقل يجيب علاجها. بس انا هروح اتكلم معاها فيه. فعلا راح عصام يتكلم مع فهيمة، وفهيمة قالت له انا كان نفسي يا حبيبي الشقة دي تكون موجودة لاي حد من اخواتك، لو حصل له اي ظرف في اي يوم يلاقي حاجة يقعد فيها، او لو انا زهقت خالص اروح اقعد في شقتي. انما انا كده مش هيبقى ليا شقة، كده مش هينفع يا ابني. انا مش فاهم، هو انت عايزة ليه الشقة اصلا بتاعتك وتكون خاصة بيكي؟ ما هو عادي يعني يا ماما، ايه المشكلة؟ ما انت قاعدة معانا ومش محتاجة للشقة في حاجة. وبعدين يعني يا ماما اي حاجة تساعدني في المصاريف، انت شايفة المصاريف عاملة ازاي؟ هي قلتي ايه بقى يا حبيبتي؟ طب استنى عليا استشير اخواتك الاول واقول لهم عشان ما يزعلوش. هو انت عايزة تمشي كلمة اخواتي عليا ولا ايه؟ انت ما بتمشيش اي حاجة غير لما هم يقولولك، ولكن انا اكلمك في اي حاجة تقولي لي لا لما اسألهم الاول. بتحسسيني ان هم الرجالة مش انا. لا يا حبيبي مش قصدي، ربنا يخليك ليه يا رب، بس هم يعني اكبر منك وفاهمين عنك وعني، عشان كده بقول لما اسألهم. لا لا لا، انا مش هسألهم ولا حاجة. لو انت موافقة نعمل اللي انا قلتلك عليه يبقى خلاص نعمله. عايزة تسأليهم بقى خلاص اسأليهم انت، وانا ماليش دعوة باي حاجة اذا كان قالوا لك ولا لا. انت زعلت ولا ايه يا عصام؟ انت عارف يا ابني ان انا ما اقدرش على زعلك. خلاص يا حبيبي ما تزعلش، اللي انت عايز تعمله اعمله، انا مش عامله لك توكيل. روح بيع الشقة وخلص يا عصام. بس انا عايز يعني راحتنا مش اكتر يا ماما، وانا حاسس ان هيبقى دي فيها راحتنا. خلاص يا حبيبي انت شايف ان الموضوع فيه راحتنا اعمله. وفعلا عصام راح باع الشقة من غير حتى ما يستشير اخواته البنات، وبعد اخواته عن امه خالص. وبعد فترة انا حاسة يا عصومي ان ماما تعبانة صراحة كده، انا مش قادرة على خدمتها ومحتاجة حد معايا. طب هجيب مين معاك يعني؟ ما اخواتي بطلوا يجوا، على الاقل كانوا بيشيلوا عنك شوية في الفترة اللي هم كانوا بيجوا فيها دي. لا طبعا انا مش بتكلم على اخواتك. طب يعني ايه رأيك لما نوديها دار رعاية، هم هناك يرعوها احسن مننا، واحنا نبقى برضو معاها مش هنسيبها يعني، بس يبقى حد يشيل عني شوية. انت شايف ان انا بقيت حامل، واول لما اولد نجيبها، ايه رأيك؟ مش عارف، بس هي ممكن ما ترضاش ان احنا نوديها مكان زي ده. ما ترضاش ليه؟ ما في ناس كتيرة قوي عاملين كده. وبعدين انا بقولك لحد لما اولد بس، لان انا مش قادرة اخدمها وهي على طول تعبانة، وانا مش قادرة اروح عند ماما واسيبها، فانا محتاجة حد يخدمني ويخدمها. فما فيهاش حاجة يعني لما نوديها يا عصام دار مسنين لحد بس لما اولد واشد حيلي، وبعدين نبقى نرجعها تاني. هو يعني كده مش هيبقى فيها حاجة وحشة؟ هو احنا كده مش بنبقى بنرميها؟ لا طبعا نرمي ايه، ده احنا هنوديها انضف دار مسنين، وهم هناك هيرعوها. وبالعكس ده هم بيبقى عندهم خبرة اكتر ازاي يتعاملوا مع الناس الكبيرة اللي زي ديت، احسن مني ومنك كمان. طب وانت عارفة يعني دار مسنين كويسة، ولا هنوديها كده في اي حتة وخلاص؟ طبعا ده انا عارفة دار مسنين كويسة جدا. هو في بس كذا حاجة قدامي، ممكن نروح نشوفهم ونختار اللي يعجبك فيهم. خلاص يا حبيبتي اهم حاجة عندي راحتك بس. وراح لامه وقال لها ان هو هيوديها دار مسنين. للدرجه دي يا عصام تقلت عليك؟ يعني انت طردت اخواتك من قلب بيتك وما خليتهمش يجوا هنا تاني، وكمان عايز تمشينا انا كمان؟ لا يا امي بس شويه بس لحد لما دينا تولد، عشان انا شايفها تعبت، واول لما تولد هنجيبك. مش هقدر اقول لك حاجه عشان خاطر انا اللي عملت فيك كده، وكمان بعت شقتي. يا ريتني ما بعتهاش ولا كنت سمعت كلامك. هو انت مكبره الموضوع كده ليه؟ ما تكبريش الموضوع قوي كده على فكره. انا ولا مكبره ولا مصغره، انا خلاص ما بقتش ليا حيل اتكلم معاك ولا عايزه اعيش معاك هنا. فعلا عصام خدها ووداها دار مسنين من غير اخواته ما يعرفوا. وبعد فتره شيماء جت تسال على امها، ما لقيتهاش، فقالت لها امال هي ماما راحت فين يا دينا؟ امي راحت فين؟ عصام شافني تعبانه جدا ومحتاجه حد يراعيها،
فيعني راح وداها دار مسنين. ايه؟ انا تترمي في دار مسنين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. امي اللي خيرها عليكم من فوقكم لتحتيكم، في الاخر تسيبوها وتترمى في دار مسنين؟ انا قلت له سيبها لي، انا هشيلها انا واخواتي. عمل نفسه سبع الرجال وقال استحاله اسيبها، وفي الاخر رماها في دار مسنين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، يتعامل معاكم نفس اللي اتعاملتوه مع امي. سابتهم ومشيت وراحت اخدت امها وعايشتها معاها. وبعد فتره كان عصام بيخسر جامد في شغله، ودينا ظهرت على حقيقتها وقالت له بقول لك ايه، انا مش هستحمل الحياه دي. هو انت متجوزني عشان تمرمطني معاك ولا ايه؟ هو ايه يا حبيبي العيشه الضيقه وقله الفلوس دي انا ما بستحملهاش. هو انت بتتكلمي معايا كده ليه يا دينا؟ ده انا كل فلوسي ضايعه عليكي. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ مفيش يا حبيبي فلوس. لا يا بابا، انا كنت مستحملها علشان كنت بتصرف عليا، لكن دلوقتي لا، ما تلزمنيش. كل الفلوس اللي انت اخدتيها مني دي وبتقولي مفيش فلوس؟ فين الفلوس بتاعت الوديعه بتاعت امي اللي انا فكيتها وحطيتها باسمك في البنك؟ فين؟ فين الفلوس بتاعت المعاش اللي كنت بتاخديها من امي وكنت بقول مش مشكله سيبها اهي معاها لوقت زنقه؟ فين الفلوس اللي انا كنت بديها لك مصروف للبيت، وانا اللي كنت بجيب كل حاجه في البيت وما كنتش باخد منك تجيبي حتى كيس ملح؟ فين؟ لا يا حبيبي، دول راحوا على بيتك ومصاريفك. هيروحوا فين يعني؟ انت فاكر ان انا صرفتهم عليا ولا ايه؟ معقوله انت تعملي فيا كده وما توقفيش جنبي؟ هو انا عملت فيك ايه؟ ان شاء الله انا ما عملتش فيك حاجه وحشه، انا فضلت واقفه جنبك، لكن انت خلاص دلوقتي بقى مالكش لازمه عندي. فعلا دلوقتي ما بقاش ليا لازمه عشان ما معيش. ضيعتيني وضيعت اخواتي وضيعتي امي مني وخليتيني اخسر الناس كلها علشان خاطرك، وفي الاخر انت اللي تبيعيني وترميني. لا يا حبيبي، انت اللي ضيعت منك امك واخواتك مش انا، انت اللي ضيعتهم. بقول لك ايه، انت دلوقتي خلاص ما تلزمنيش. طلقني بقى يا عصام، لان انا مش عايزاك. بعد كل اللي عملتيه فيا ده عايزاني كمان اطلقك؟ ايوه، وهتطلقني دلوقتي لانك ما بقاش ليك لازمه اصلا في حياتي. انا اللي ما بقتش عايزه اعيش معاكي. انا كنت عايش مع شيطان في البيت والحمد لله دلوقتي انا فقت، بس للاسف فقت متاخر بعد فوات الاوان. راح عصام طلق دينا وراح لامه وقعد يستسمعها وحكى لها على كل اللي دينا عملته معاه وانه خسر كل حاجه بسببها. يا جماعه الا الام، امك ثم امك ثم امك. الجنه هي امك، الجنه تحت اقدام امك. اهلك لا تهلك. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم في قصه جديده. اتمنى تكون القصه عجبتكم، ويلا اللي ما حطش لايك للقصه يحط لايك وكمان يشترك في القناه. يلا سلام.